يتعلق بموضوع أحمد حجازي، عندك توضيح بخصوص البطاقتين، وهل سيلعب النهائي ولا أنا لا؟ والله أنا ما يعني الكشف المباراة الأولى أنا ما أدري حجازي أخذ في الدوري ولا في كأس العرب في المباراة الأولى، لكن تحدث عن اللائحة الانذارات ما قبل نصف النهائي إذا مش عقوبات، إذا ليست عقوبات إدارية يتم إزالتها، لكن إذا الانذارين كلهم في مباراتين نصف النهائي مهم. فيتم إيقاف المباراة النهائية. انا ما يعني حاليا انا في السياره رايح المطار، فما معي تقرير المباراه طيب، الماضيه عشان اتاكد هو لك هل هو اخذ ايه فيها او لا. هو بس عشان اللائحة تذكر بأن الحصول على بطاقتين في نصف النهائي تمنعك من المشاركة في النهائي. نعم نعم صحيح واضح، صحيح إذا هذا الناحيه. ايه لازم نشوف إذا أحمد حجازي. طيب، هل الاتحاد لو احتج مثلا قال لك أن الكرت غير مستحق أو شيء زي لا هذا لا الكلام؟ لا لا احنا بطوله نحترمها وعلى الناس كلها تحترمها، يعني ما يمكن ان يعني نلف فيها يعني. اذا لا كان لا، ماخذ هو كارتين. مش موضوع اللف، يعني هو موضوع أنه مثلا لو قال لك لا أن الإنذار غير مستحق لا 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 لن يحصل لا هذا الشيء. لا يعني مش منطقية يعني، لكن اللي نأمل أنه ما يكون عنده في المباراة الأولى، ونأمل كل اللعيبة من يعني كل الفرق أنهم يكونوا موجودين في النهاية وحاضرين، نعم. لأن مباراة يعني تعني الكثير يعني ومهمة لنا أيضا كما هي مهمة للفريقين، فنتمنى أن الفريقين يوصلون بدون أي إيقافات، هذا اللي نتمناه فعلا.